مباراة عايزة الواحد يبقى قاعد بيتفرج عليها في مستشفى عشان لو جرالك حاجة لا قدر الله تلاقي اللي يلحقك. الحمد لله والله العظيم انها عدت على كده يا جدعان. دي ما كانتش مباراة، دي كانت حصة تأديب نفسي. احنا كنا قاعدين 90 دقيقة حاطين ايدينا على قلبنا طول ال 90 دقيقة بنأدب نفسنا، ولا كأننا بنلاعب منتخب ايطاليا، منتخب عنده صلابة دفاع. الكرة مش عايزة تخش، شوط من هنا وشوط من هنا وشوط من هنا، لدرجة ان انت كنت عايز تخش من جوه الشاشة تقول للعيبة ابوس ايديكم الكرة ما بتتشطش كده، العبوا على الارض والعبوا واتحركوا وروحوا وتعالوا والعرض تطلع والحارس يطلع حاجة في منتهى. الحمد لله انها عدت على كده، ولكن ده زيمبابوي يعني، امال هنعمل ايه في اللي جاي؟ ولكن الحمد لله قدرنا نتغلب على زيمبابوي 2-1 باقدام صلاح ومرموش. انا مصطفى غازي، في الحلقة دي جاي افضفض معاكم شوية عن فوز منتخب مصر الصعب في مباراة عنوانها حرقة الدم. هنا مرموش، حلو صلاح. بصوا قبل ما نروح بس للمباراة والتشكيل والخطة الجميلة اللي احنا بدأنا بيها المباراة وكابتن حسام حسن فاجئنا كلنا بيها، تعالى بس نتكلم شوية عن كابتن حسام حسن نفسه. كابتن حسام حسن منظره على الخط منظر اقسم بالله يقطع قلبك. احنا واحنا بنتفرج في بيوتنا وعلى القهاوي كنا مضغوطين بلد براجل شايف ان هو خلاص على المحك وحافة الهوية، لو خسر او حتى تعادل الاعلام والجمهور مش هيرحموه، حرفيا هيفرموه. وقفته على الخط وهو اصلا بيتكلم مع جهازه الفني وبيتكلم مع اللعيبه ويزعق للعيبه، حرفيا الراجل ده مر كميه ضغط عصبي الله يكون في عونه. كان الله في عونه. انا هنا بتكلم عن حاجه شفتها بعناية وحضراتكم شفتوها، مش حاجه فنيه خالص، دي حاجه نفسيه. فكان الله في عون كابتن حسام حسن. تعالى بقى بما اننا بنتكلم على كابتن حسام حسن نخش على تشكيل المباراه. ليه تجازف وليه تجرب طريقه لعب انت ما لعبتهاش قبل كده، او على الاقل يا سيدي بتجرب ناس في مراكز معينه مفيش ما بينهم كيمياء متظبطه؟ بتتكلم على ايه يا ديشا؟ بتكلم على حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. فين رامي ربيعه وفين حمدي فتحي اللي الاثنين لعبوا؟ ما انا عارف ان حمدي فتحي ما بيلعبش مدافع، ولكن كتير كابتن حسام حسن اعتمد عليه جنب رامي ربيعه في مباريات بيبقى مطلوب فيها التكتف الدفاعي علشان خاطر تدي مساحه كبيره جدا للهجوم. فانت عايز تظبط دفاعك صح علشان تخلي اللعيبه من نص الملعب حرفيا كلهم بيهاجموا، ولكن ده ما شفناهوش في المباراه بتاعه زيمبابوي. انا شفت طريقه يعني بصراحه ما كنتش اتمناها. لما جيت حطيت التشكيل قبل المباراه ما خدتش بالي اصلا من ياسر ابراهيم ولا من حسام عبد المجيد، لان كميتهم الاثنين مع بعض لعبوا مع بعض الماتش بتاع نيجيريا بس، اللي هو كان ماتش ودي، انت فاهم حاجه؟ فانت جاي تجرب في مباراه رسميه هي الاولى لك في دور المجموعات اللي بناء عليه هتدي انطباع عن فريقك وشخصيتك لباقي المجموعه وباقي المنتخبات. عملنا كده قدام زيمبابوي، قدام جنوب افريقيا وانجولا. هنعمل ايه؟ جنوب افريقيا اللي حرفيا بتلعب كوره ولا كلمه، العيال بتلعب كوره على الارض، كوره سريعه، كوره لمسه ولعبه وبتاع، بص يوصلوا الجون بتاعنا في ظل المنظومه الدفاعيه بتاعتنا الشوربه اللي محتاجه دفاع يدافع عنها. في مفيش، كله على الله ان شاء الله. لا يا كابتن حسام، هل دي التشكيله الثابته اللي انت هتلعب بيها كل المباريات، ولا كل مباراه هيبقى في تشكيله فتبدا تفقد للعيبه ثقتها بنفسها، واحنا كجمهور وكمنتخبات اصلا هتلعبك ما تبقاش عارفه انت بتلعب ازاي، ولا تبقى عارفه انت ايه اصلا نقاط القوه بتاعتك؟ كل اللي هيبقوا عارفينه ان هي هيركز على نقاط الضعف بتاعتك اللي بانت عندنا في الخط الخلفي بطريقه فظيعه. تعال اتكلم معاك في الهدف اللي دخل، ولكن خلينا يا سيدي الاول نكمل بقيه التشكيل. محمد حمدي ومحمد هاني اتنين لا خلاف عليهم. قلنا محمد حمدي هيلعب علشان خاطر مرموش مش هيرجع يدافع معاه، تمام، ولكن انت كنت بتلعب تريزيجيه فتمام قشطه يعني، فانت كنت ممكن تنزل فتوح تاخد منه كره هجوميه، ولكن قشطه ده زي الفل. اذا كان محمد حمدي ومحمد هاني كانوا موجودين وبنلعب كره دفاعيه والدفاع بتاعنا كان عامل كده، ليه بقى اقول لك بنلعب كره دفاعيه؟ لان انا منزل في نص الملعب اتنين ارتكاز. ليه منزل مروان عطيه وحمدي فتحي الاتنين مع بعض؟ ما علينا عديها علشان خاطر الكرات التانيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، قشطه مفيش اي مشكله خالص. ننزل نبص نلاقي امام عاشور هو اللي بيبدا المباراه لوحده على الدايره بتاعت نص الملعب. طب وبعدين يا باشا هنعمل ايه؟ عمر مرموش لعبته مهاجم مفيش اي مشكله، تريزيجيه ومحمد صلاح زي الفل. لبسنا الجون الاول بطريقه يعني احنا اتكلفتنا يا جماعه في الجون ده. لا 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 لا، بصراحه يعني احنا كمنتخب مصر، لا احنا اتكلفتنا كلفته. احنا اتضحك علينا في الجون، اتضحك علينا حرفيا في الجون. بص على الجماهير كده وهي بتتفرج علينا،
حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه جميل. احنا اتكلفتنا حرفيا في الجون ده. ليه بقى؟ لاعب بيلعب عرضيه يا عم حسام، يا عم انت لو مديت رجلك هتطلع الكوره، ما تمد رجلك يابا. لا، الكرة عدت، اللاعب استلم الكورة وريح نفسه ولف وثبت الكورة وشاط، ومحمد الشناوي هو اي نعم حط له في البعيدة شوية، ولكن ده جون ما يخشش في ناشئ يا محمد. الكرة مش روبرتو كارلوس اللي شايط عليك الكورة، مش مرموش في الكرة اللي شاطها جاب بيها الجون، او في مرموش الكرة اللي شاطها الحارس بتاعهم طلعها. لا، الكرة تتصد، انا شايف انها تتصد. ولكن ارجع اقول لك الغلط من الاول. ازاي يا عم حسام؟ يا حسام يا عم انت لاعب دولي دلوقتي، انت مدافع دولي، انت بتلعب في بطولة افريقيا مع منتخب بحجم منتخب مصر، ازاي ايه الكرة دي؟ تاني غلطة اصلا حسام عبد المجيد عملها في الشوط الثاني يا جماعة. الكرة اللي جاية عالية دي، ولا المهاجم بتاعهم كلفت حسام عبد المجيد ولف بيه لفة عنب وراح على الجول عادي خالص، مفيش اي مشكله. لا لا لا، المنظومه الدفاعيه بتاعتنا محتاجه حد يدافع عنها، ده من وجهه نظري. مش هينفع نلعب البطوله كده، مش هينفع نكمل بقيه المباريات كده، مش هينفع نلعب قدام جنوب افريقيا بالاخص كده. مش هينفع. جنوب افريقيا يا جماعه وانجولا على فكره الاثنين عندهم كره حلوه، الاثنين عندهم كره محترمه جدا وبيلعبوا كره محترمه جدا. يمكن زيمبابوي اصلا احنا كنا بنقول عليها اضعف فرق المجموعه، ولكن قدرت انها تحرجنا، هي حرفيا حرجتك جامد. تمام، كسبان 1-0، انت اللي اتعادلت معاها بشق الانفس، وعلشان خاطر يجي صلاح بالاقدام الذهبيه، يمكن ما عملش حاجه في الماتش اصلا غير الجون ده يعني، يخلص الماتش. ولو صلاح هيقف كل ماتش بالمنظر ده بس كرة تجيله ويخلص لي ماتش، ما عنديش مشكله. ما عنديش وجود صلاح اصلا في الملعب بغض النظر بيعمل ولا ما بيعملش، ده مسبب حاله من القلق عند مدافعين المنافس، واحنا كلنا اكيد عارفين الكلام ده، وكلنا عارفين لاعب بحجم وقيمه محمد صلاح بيبقى عامل ازاي نفسيا على، او مؤثر ازاي نفسيا على المدافع اللي ماسكه. قولا واحدا. معاك، هو ما لعبش يمكن مباراه اقل من المتوسط من محمد صلاح، ولكن يكفي الهدف اللي هو جابه. يكفي الهدف اللي هو جابه، ممكن الهدف ده يكون نقطه تحول محمد صلاح في المباراه. بص اقول لك على حاجه، احنا يمكن مش هنرتب مواضيعنا، تلاقيني جايب لك موضوع من الشوط الاول على الشوط الثاني عادي، لان انا بتكلم وانا دمي محروق حرفيا برغم الفوز، ولكن دمي محروق مش قادر اخد نفسي. انت فاهم حاجه؟ انا قاعد طول المباراه حاطط ايدي على قلبي حرفيا، اللي هو امال هنعمل ايه في الماتش الجاي؟ طب يا جماعه، طب نعدي الماتش ده، طب يا جدعان بلاش تشوطوا، طب يا جدعان عشان خاطر النبي يا جدعان باصوا لبعض، يا جدعان بلاش عرضيات، مفيش حد، احنا اصلا اي عرضيه ما بتجيلناش، ما بنعملش بيها حاجه يعني. فاهم حاجه؟ مفيش، عشان نتفاجئ. بالمناسبه بس يا جماعه معلش، ايه اللقطه اللي حصلت في النشيد الوطني بتاعت المنتخب ده؟ ايه اللقطه العبثيه؟ نشيد الوطني لمنتخب مصر بيتعزف، وبتاع الكاميرا والمخرج لا يفقه يعني تقريبا، مش عايز اغلط في حد، بس هم ما يعرفوش نشيد ايه اللي شغال، عشان الكاميرا تفضل معديه على كل لاعب من زيمبابوي، لدرجه ان اللعيبه ما بصتش، يعني اللعيبه اصلا مستغربه، لعيبه زيمبابوي مستغربه، انت بتعدي علينا ليه؟ مش احنا يا ابويا اللي النشيد بتاعنا بيتعزف، ده هم المنتخب الثاني. ولا هو بقى في اول المباراه منتخب مصر دهنوهم اسود ولبسوهم اصفر؟ ما علينا وعدت. طب الكاميرا الثانيه لما تنقل يا مخرج، لما تنقل من الكاميرا الثانيه هات الجهاز الفني بتاع المنتخب الوطني، لا ده مصمم برضه جاب المنتخب الجهاز الفني بتاع منتخب زيمبابوي. طب خلاص ماشي قشطه، الكاميرا الثالثه ايه الدنيا؟ هات جمهور منتخب مصر. طيب لا لا معلش، انا لسه عند رايي ان ده نشيد المنتخب الزيمبابوي. طب هنعمل ايه؟ هات جمهور منتخب زيمبابوي. ماشي، جبنا جمهور منتخب زيمبابوي، بعدين واحنا بنسقف بقى في الاخر بعد ما النشيد ينتهي هنجيب محمد صلاح. اللهم صل على النبي. يعني حاجه كده انت فاهم، عجائب يا جماعه، والمصحف عجائب وغرائب الماما افريكا، عجائب وغرائب الماما افريكا. حسام حسن لو كان عنده علم باللقطه اللي حصلت دي كان خلع لهم ملط في قلب الملعب عادي خالص، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. طب لما النشيد بتاع زيمبابوي اتعزف ايه اللي حصل؟ جابوا جمهور بتاع زيمبابوي، يعني تقريبا زيمبابوي كانت نازله تلاعب نفسها عادي، مفيش مشكله، احنا هنعزف النشيدين يا جماعه، ولكن احنا يعني مهتمين بزيمبابوي اكتر. حاجه كده يا جماعه، حاجه عبث يعني. عارف انت دي بدايه المباراه، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تنزل المباراه انت كنت مسيطر بالطول وبالعرض وماسك كوره، في اول 7 دقائق تقريبا يا جماعه احنا مضيعين 3 اجوان حرفيا، امام عاشور ومحمد صلاح. تمام، امام عاشور وعمر مرموش وتريزيجيه، يعني انت فاهم حاجه، احنا مضيعين 3 اجوان مثلا، حرفيا كنا نخرج من الماتش دوت يعني بسم الله الرحمن الرحيم 5-6، ده مستريح، ده مستريح بكميه الفرص اللي احنا ضيعناها، 25 شوطه على المرمى قدامهم 4-5 شوط للفريق الثاني. انت مدرك احنا لعبنا ماتش حلو قوي، ولعبنا ماتش ضغطينهم قوي، ولكن دون فاعليه، مفيش عارف انت، اللعيبه متسرعه، اللعيبه متهوره، اللعيبه كل لاعب الكره بتيجي في رجله عايز اتخلص منها وعايز اشوط على الجون، عايز ابقى انا رصاصه الرحمه.
اللي هتيجي في الجماهير، اللي هتنقذ الجماهير بتاعتنا وهتنقذ كابتن حسام حسن وهتنقذنا احنا كمنتخب واسامي. فين ايه يا جماعه؟ ده مش لعبنا. كله متهور، كله متسرع، كله عايز يجيب الجون، كله عايز هو اللي يبقى البطل، كله عايز يبقى هو الهيرو بتاع المباراه. ولكن كرة القدم عزيزي لا تلعب هكذا. كرة القدم لعبة جماعية، ولكن كل لاعب تيجي في رجله الكورة يعوز يشوط. يعني يمكن مرموش شاط شوطة قنبلة قنبلة، والولا شاطها بغل اصلا بغل. فاهم؟ امام عاشور في الاول، مصطفى محمد لما نزل تبديله مصطفى محمد دي عندي عليها علامه استفهام كبيره جدا، خصوصا كمان الكلام اللي اتقال عليها في المؤتمر الصحفي على تبديله امام عاشور مع مصطفى محمد. سيدي الفاضل انت خسران 1-0. ايوه يا فندم، يعني عايز تعمل ايه؟ عايز يعني اعدل النتيجه. مش هقول لك انا عايز اكسب، انا عايز اعدل بس النتيجه يا سيدي. عايز اهاجم عشان اعدل النتيجه، تمام. هتنزل مهاجم مع عمر مرموش، ايوه. طب هتطلع مين؟ هطلع اللي بينقل اللعب من الدفاع للهجوم. كابتن حسام، التصريح بتاعك اصلا بعد المباراه في المؤتمر ما يشفعلكش على، يعني من وجهه نظري انا، انت تشكر عليه وتحترم عليه ان انت كنت بتريح اللاعب والضغوطات والكلام ده كله، بس الكلام ده تتكلم عليه مثلا لو انت مطلع لاعب من الناشئين يلعب في بطوله. لكن امام عاشور لاعب المفروض اللي هو عنده ما يؤهله انه يستحمل الضغط. ما تخافش، مش هنشيله الليله يعني. بصوا يا جماعه، احنا مش هنشيل امام عاشور الليله في ماتش زي ده اكيد وكلنا عارفين. ولكن طالما انت هتعمل حاجه زي كده وخايف على امام من الضغط والكلام ده كله، ما كنتش تبدا بيه. كنت خلي امام ورقه رابحه عندك على الدكه تنزلها في وقت اللي انت تحتاجه، ولكن ما تنزلوش ولما تحتاج تسيب الاثنين ارتكاز. يا ابويا انت عايز تهاجم، انت عايز كل لاعب هجومي عندك، فما تسيبش مروان عطيه وحمدي فتحي وتطلع امام اللي بينقل اللعب وبيعمل التحولات. ما تطلعش امام اللي بيسند مع محمد صلاح لما بيخش في العمق وبيتطرف هو، او ممكن يخش مع محمد صلاح اصلا، فتعمل تكتل هجومي وزياده هجوميه وعدديه على المنافس بتاعك. انت عايز كل لاعب يمتلك قدره هجوميه، ما تروحش تطلع لاعب ماسك حرفيا مطوع نص الملعب، ماسك نص الملعب عامل كده هو حلقه الوصل ما بين الدفاع والهجوم. ده امام عاشور عشان تطلعه وتقول في المؤتمر امام ما كانش مصاب، انا بس لاعب كنت باهله علشان خاطر محتاجه في المباريات اللي جايه، فما كنتش عايز الضغط. والحمد لله هو تصرف رائع من امام عاشور اصلا بعد خروجه بعد نص ساعه. الولد طالع وعادي وبيضحك والدنيا جميله ومفيش اي مشكله وتقبل الوضع. ولكن انت جاي تاهله في بطوله؟ يعني بقى امام عاشور نجم. امام عاشور لو جاب بس نص مستواه يا سيدي، ربع مستواه هنستفاد منه. ولكن مش الكلام ده مش في بطوله يا كابتن. الكلام ده مش في بدايه المجموعات، الكلام ده مش في اول مباراه. الكلام ده انت تسيب امام عاشور، نزل زيزو مثلا، نزل زيزو هيسند مع محمد صلاح، الجبهه بتاعته هو ومحمد صلاح. شفنا اصلا لما نزل زيزو عمل ايه، حرر محمد صلاح خالص وخلاه يضمه هو للعمق، وبقى بيتطرف هو محمد هاني، حافظين بعض يا بيه وبيلعبوا مع بعض في الاهلي وعارفين بعض وعارفين تحركات بعض. عادي، مفيش اي مشكله خالص. انا هنا بتكلم يا جماعه، ما بتكلمش الاهلي ولا الزمالك، انا بتكلم منتخب مصر. عشان بس في زملكاويه مش هيعجبهم الكلام عشان اسامي اللعيبه، وفي اهلاويه ممكن يتضايقوا من الكلام لو ذكرت اسم لاعب من الزمالك مثلا. انا هنا بتكلم على منتخب مصر، ما بتكلمش على الاهلي ولا الزمالك. فانا عندي دلوقتي اجيب زيزو واخلي زيزو هيعمل لي اللي انا عايزه، ويا سيدي خلي امام عاشور ورقه رابحه عادي، يبقى نازل عنده روح، عنده دافع، عنده اللي هو انا نازل انا اللي هجيب الجون دلوقتي، على راي عمر السعيد يوم القضيه ممكن. فاهم حاجه؟ وينزل ويجيب الجون. يبقى انت كده اهلت امام واديته ماتشات واديته ان هو يلعب. لكن ما اقضيش على اللاعب كده وتقول اصل معلش ما كنت باهله عشان انا محتاجه، اصل امام عنصر مهم في طريقه اللعب اللي بلعب بيها، طلعته ليه طيب؟ لا، ما هو انت معنى الكلام ده يا كابتن ومعنى اللي احنا شفناه في الملعب اللي انت كنت بتلعب بطريقه على الله ان شاء الله، يلا يا جماعه مين اللي هيجيب الجون؟ مفيش فكر في الملعب، ده اللي انا شفته. لكن كابتن حسام حسن مش كل مره تسلم الجار. عشان خاطر تيجي رصاصه الرحمه من عمر مرموش بعد ما متهيألي عمر مرموش هو حرفيا يستاهل نجم المباراه، لان هو كان القلب النابض بتاع المنتخب، اكتر واحد عنده شغف واكتر واحد عنده حركه واكتر واحد بص فرقه علوز زي ما بيقولوا، بيتحرك في كل حته في الملعب. عشان تيجي رصاصة الرحمة من عمر مرموش اللي حرفيا محمد حمدي اداله الكرة، رمى له الكرة في مساحة يجري مرموش ويتطرف ويخش يضم للقلب، يضم لعمق بتاع المرمى. انا قلت، انا واحد من الناس قلت ده هيبقى سهل لمصطفى محمد، ولكن الولا انتقم حرفيا في سقف الشبكة. عارف انت اللي هو الناس اتفاجئت بالجو، انا واحد من اتفاجئت بالجو اللي هو محدش فينا. الحارس بتاع زيمبابوي ما كانش متخيل ان هو يشوطها اصلا. محدش كان متخيل ان ممكن عمر مرموش يشوط شوطه زي دي علشان خاطر ياتي هدف التعادل. والحمد لله رصاصه الرحمه حرفيا يا جماعه. وبعد كده المباراه تشعلل، الجمهور تيجي بعد كده الفرصه اللي انا لسه احكي لك عليها من شويه بتاعه المدافع مع حسام عبد المجيد خلتني يعني عامل كده. فاهم؟ يا رب استر يا رب. ولكن الحمد لله عدت علشان خاطر تيجي كوره
كوره طايره، بص كوره طايره حايره كده مش لاقي حد يعملها، اي حاجه يجي فتوح يعملها بدماغه، مصطفى محمد تنزل اوبا لصلاح، بسم الله الرحمن الرحيم، استلامه وحطه في الزاويه الضيقه للحارس، حط عنب بلسم بلسم. يجي مصطفى محمد احتفل احتفال غريب قوي، مش عارف نط، هو نط عمال بص مصطفى محمد يعني. ما علينا، المهم الهدف الثاني المنتخب الوطني ويريح اعصابنا شويه. ليه؟ عشان خاطر يبدا اللعب، الحكم يحسب 5 دقائق، تبص تلاقي نفسك دخلت في الدقيقه السادسه، طب 6 ونص، طب هتصفر امتى؟ محمد صلاح يا كابتن الله، وحسام حسن والحكايه والروايه، عشان خاطر يطلق عيسى سي حكم المباراه صافره النهايه معلنا فوز المنتخب الوطني على نظيره الزيمبابوي 2-1. والحمد لله حصدنا اول 3 نقاط، ولكن هل هنلاعب جنوب افريقيا بالمنظر ده؟ هل هنلاعب انجولا بالمنظر ده؟ بص يا كابتن اقول لك على حاجه، انا لو اتعادلت ماتش هصعد. بص اصل اقول لك بعيدا عن اول وتاني بقى والكلام ده كله، اصل بعيد ان منتخب مصر ما يبقاش من احسن 4 توالد. يعني شوف احنا بعيد. عارف انت، انا كنت داخل البطوله وماتش زيمبابوي وقلت انا هنزل ادك زيمبابوي، حرفيا احنا كنا هندك زيمبابوي. يعني زيمبابوي يا جماعه احنا فعلا بقول لك نكسب 5-6 مستريح، ولكن مش عارف في حاجه غلط، في صربعه من اللعيبه وفي لهوجه، ويمكن الهدف اللي دخل فينا ده غير الحسابات وغير فكر اللعيبه وخلى اللعيبه تخرج عن شعورها وتخرج عن تفكيرها، وكله بقى بيقول يلا نفس ابراهيم عادل لما نزل 4 كور 5 كور بيشوطهم يا عم، لدرجه ان مرموش كان ممكن يضربه في قلب الماء يا حبيبي باصي. فاهم؟ زيزو لما نزل، زيزو ضيع جون، انت داخل تنطح الكوره يا زيزو، انت بتلعب الكوره من هنا يا حبيبي، اهي 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 في الجول، لو بكده بالقوره في الجول، لكن ايه دي؟ والشوطه اللي انت شطها بس. زيزو لما نزل في الجبهه بتاعت محمد صلاح حرك محمد صلاح وحرره، شفت محمد هاني بدا يطلع، بدا يدي زيزو، يديله يعمل الاوفر، زيزو مش عارف. بقى في شغل، في شغل هجومي، في شغل فني، اقدر اقول لك ان بقى في شغل فني، في شكل للعيبه. ابراهيم عادل برضو نزل غير الدنيا شويه، ولكن كان على مستوى اناني شويه. يعني ابراهيم عادل كان اناني شويه، كل كوره يحاول يعدي ويشوط، كل كوره يحاول يعدي ويشوط. اللعبه مش كده يا جماعه يا رجاله، يا رجاله كلكم بتلعبوا، كلكم لابسين تيشيرت منتخب مصر، كلكم وراكم اقسم بالله حوالي 100 مليون حرفيا قلبهم وقف النهارده بسببكم حرفيا. ولكن باذن الله اللي جاي احلى. انا بتكلم مش مرتب الحلقه ومش مرتب مواضيع الحلقه، انا طالع بفضفض معاك اخويا وحبيبي، يعني عادي خالص مفيش اي مشكله. اتكلمنا فنيات واتكلم، بص مش هنقعد بقى 4-4-2 و2-3-1. انا عايز المنتخب، انا عايز اعدي بس دور المجموعات، بعد كده نبدا نشوف في ايه. ولكن اتمنى ان كابتن حسام حسن يتدارك الاخطاء اللي حصلت منه في التشكيل، واللعيبه اللي حصل منها اخطاء النهارده زي حسام عبد المجيد بلا شك بلا شك، والشناوي اللي محتاج صمغ في ايده عشان الكره تلزق في ايده، اللي الكره بتقع منه دي. في كوره يا جماعه انا قلبي واقف في رجلي اللي انقذها على مرتين دي، بصراحه حاجه غريبه، حاجه غريبه، مش عارف الشناوي ماله يا جماعه. ولكن الحمد لله فوز كبير، فوز كبير. تخيل بقول فوز كبير على منتخب مع احترامي لزيمبابوي يعني، ولكن مش ده المنتخب اللي انا اقول ان انا فزت عليه فوز يعني، عارف. الحمد لله انا فزت بشق الانفس يا جماعه، بشنق يعني. الحمد لله 2-1، 3 نقط مهمين يعني تدفعنا. يمكن الهدف بتاع محمد صلاح زي ما قلت لك هتديله دفعه، ويمكن اشوف تحول في مستوى محمد صلاح على مدار البطوله، اللهم امين يا رب. باذن الله اللي جاي احسن، كل التوفيق لرجاله منتخبنا. لو عجبتك الفضفضه اللي احنا فضفضناها مع بعض دي وصلت معاها للاخر، ما تنساش تعمل بقى اللايك المتين بتاعك، دوس بكوعك كده على زرار اللايك. ولو ما اشتركتش بالقناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انتظروني في حلقات جايه كتير باذن الله نغطي البطوله كلها. سلام.